بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حبيت أكلمكم عن عمل خيري بيكون بأهل بلدي أو قريتي في ميت العامل مركز أجد أهلي. طبعا كلكم عارفين إن أنا عندي قناة على اليوتيوب، وبمناسبة النهاردة إن هي بقى 30,000 مشترك، 30,000 أخ وأخت على القناة، فيهم كتير من أبناء بلدي الكرام. حبيت أكلمكم النهاردة عن مشروع خيري حلو أوي بيقوم بأبناء بلدي، أبناء ميت العامل بمركز مركز ومدينة أجا. في البداية حابة ان انا اشكر كل القائمين على العمل ده، لان هم بجد بيتعبوا جدا، وبجد عندهم افكار حلوة قوي، وعلى بال ما بيبنوا الافكار وبال ما بينفذوها بيعملوها على ارض الواقع بجد بيكونوا تعبوا قوي. وده اقل حاجة نقدر نتكلم فيها النهاردة، او نقدر ان احنا نذكرهم بجزء بسيط من اللي هم بيعملوه ده النهاردة. كل الصور حية، كل الصور على الطبيعة، منها فيديوهات كمان. اول حاجه كده ان هم بيبنوا مساجد من بابها، او بيساعدوا في ترميم المساجد او في تجديدها بشكل جميل جدا. كمان زي ما انتم شايفين بيعملوا اكياس وشنط رمضان، بجد بجد حاجه تستاهل يعني ان احنا نتكلم عنها. بيوزعوها على كل المحتاجين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. طبعا احنا الحمد لله كيسنا هو الرز في اكياس، كل كيس من دول سعته 10 كيلو او وزنه 10 كيلو. بيبدأوا كده يوزعوا كراتين فيها كل المواد الغذائية بما فيها طبعا اللحوم. يعني بيجيبوا كده العجل كده بيذبحوه بيوزعوه، بحيث ان كل أسرة خلاص يبقى عندها اكتفاء كده، ان هي حاجة كده يعني تسندها، مش حاجة كده وخلاص. يعني بيعملوا عمل ان هو يسند الأسرة الفقيرة، منها الفقراء ومنها الأيتام ومنها الأرامل. بيكفلوا حاجات كتيرة قوي. وانا ماشية معاكم كده في الفيديو ان شاء الله هحاول ان انا اوضحها لكم. يعني بيعملوا رواتب شهريه كده، رواتب شهريه كده الاسر اللي هي مش قادره، والفقراء والمساكين واليتامى والناس دي كلها. بيعملوا مشاريع صغيره لستات البيوت ان هم يفتحوا لها مشروع تتاجر فيه وتدخل قرش، بدل ما يدوا لها كل شهر فلوس. عادوا مطورين الموضوع. هم شويه شباب من البلد او رجاله من البلد مخلصين بيقوموا بالعمل ده. بيجيبوا مثلا تكاتك للشباب، جايبين تكاتك كتير جدا، بدل الشباب ما تقعد هنا وهنا بيجيبوا لهم التكاتك. بيبنوا بيوت من بابها للأسر برضو اللي مش قادرة تبني، أو اللي البيوت بتاعتها ادمت ومش قادرة تبني. بيبنوا بيوت من بابها وبيعملوها. وطبعا زي ما أنا وضحت لكم قبل كده بيعملوا مساجد، دي جزء كبير برضو من الموضوع اللي احنا لازم نتكلم فيه. بيعملوا مشاريع خيرية، أو مثلا عندهم معارض. ما شاء الله بيعملوا معرض بيكون مثلا الحاجة فيه بربع الثمن زي ما هنشوف. بجد والله عمل عظيم جدا. دي صورة من صورة المعرض اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، شايفين اقبال الناس عامل ازاي. يا ريت يا جماعة اللي ما جاش يجي. في حاجات زي ما شفنا كده بيعملوا معارض، زي ما شفنا بيعملوا معارض كمان بتبقى مخفضة جدا، يعني بربع الثمن زي ما انا قلت لكم. كل اللي محتاج حاجة بيروح يلاقيها. معرض بيبقى مشكل من كل حاجة. بيعملوا كمان معارض زي يعني معارض خيرية كتيرة جدا بيعملوها في البلد. كمان بيعملوا مبادرات، ممكن يجيبوا الحاجه ويبيعوها بنص الثمن، مثلا عجول يذبحوها، يعملوا اي حاجات بيعملوها بتبقى مبادره كده بربع الثمن. كمان زي ما احنا شايفين بيعملوا قوافل طبيه، يعني مثلا بيعملوا عمليات مثلا للعيون. العمليه مثلا بتبقى يا مجانا يا بتبقى بربع فلوس، يعني بربع ثمن. وده طبعا حاجه بتساعد جدا، بتساعد الاسر الفقيره قوي. يعني القوافل الطبية ديت مشروع برضو من ضمن المشاريع، او فكرة من ضمن الافكار. هم بيسعوا لكل حاجة ناقصة في البلد، بيسعوا ان هم يوفروها ويعملوها. كمان مش هننسى كمان ان في عربيات اسعاف، يعني عربيات اسعاف برضو يعتبر مجانية علشان برضو تبقى موجودة في البلد. وفكرة الإسعاف هنا دي من أفضل الأفكار برضو اللي فكروا فيها وعملوها. كمان هنا مش هننسى كمان بيعملوا كمان كراسي متحركة كمان لكبار السن واللي مش قادرين. جمعية أبناء الخير ميت العامل بجد تستاهل كل خير. هنا كمان أزمة، ده بنزين عشان لو في أزمة للبنزين يبقى برضك يقدروا ان هم يساعدوا في حلها. كمان مش هننسى حاجة مهمة جدا، ودي يمكن افضل حاجة بجد ان هم عملوها. هم بيساعدوا الشباب، ان هم بيعالجوا الشباب من الادمان. بجد دي اروع حاجة في اللي انا قلته كله، ويستاهلوا عليها كل الشكر والتقدير. بيساعدوا الشباب ان هم يبطلوا ادمان، او بيعالجوهم، بيسيبوهمش الا وهم متعالجين. وكمان بيفتحوا لهم مشاريع ياكلوا منها عيش.
علشان يقدروا يفتحوا بيوت، ويقدروا كمان يساعدوا نفسهم ان هم يتزوجوا بقى ويبقوا شباب مثلا، يعني ايه، قادر يشيل نفسه. حبيت اعمل لكم الفيديو ده لابناء الخير بمية العامل اللي هم اصلا يستاهلوا كل خير، وانا كلمتكم بعفويتي زي ما انتم متعودين مني في القناه. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم كده، واتمنى كل البلاد تعمل زي بلدنا او القريه بتاعتنا الجميله، قريه مية العامل مركز أكا. طبعا الجمعيه مرخصه يا جماعه برقم زي ما انتم شايفين 2775، يعني مرخصه من الدوله، وطبعا قايمه بمساعده ابنائها الطيبين.